وانا ليا موقف معاه في وداع بونابرت. عندي مشهد المفروض انا ازهري عاوز يسرق اسلحه من مخازن الانجليز عشان نحاربهم كطلبه، فهنزل من سلالم على اساس ان الاستوديو بدروم، وانا جايب الاسلحه دي وحاططها بين الحزام في الجبه والقفطان وكتيره قوي، وانزل ان انا جبت خمره وسقيتها للحارس وخدت منه الاسلحه دي. ده ملخص المشهد يعني. انا قاعد اقول لهم انا عندي مسرح، كان عندي افتتاح مسرحيه عمليه نوح في المسرح القومي، وقايل لهم عندي افتتاح يعني لازم افتتاح مسرح، لازم امشي. ما اعرفش المشهد ده سابوه اخر الاوردر وانا اصرخ عندي مسرح، ما حدش يرد عليا. كان الاستاذ احمد قاسم هو المخرج المنفذ الموجود، وكان الاستاذ حسن الجديد تقريبا، ويا اخوانا ما حدش يرد عليا. هو ما اعرفش، المهم كل ما اتوتر اكتر هو ده اللي عاوزه، لحد ما خدها مره اثنين ثلاثه وانا نازل وده، لدرجه ان انا وقعت مره في اخر مره وقمت تاني طبيعي، كنت واقع طبيعي. قال هو ده خلاص، بهدومك دي اقف على بيتي، الهدوم اللي انا لابسها بتاعت الشغل اللي هي الجبه والقفطان وبتاع وايه، وخد الشنطه بتاعتك هدومك الثانيه، اقف على بيتي اقف على بيتي. وهو بنفسه ساق العربيه، وكان عندنا عرض في المسرح القومي، ووصلني قال لي باقي ربع ساعه، انزل يا حبيبي سلمني على ساعه دردش. ما حدش يعملها غير فنان حتى النخاع. هو عايز ياخد اللحظه اللي انا فيها فعلا متواضع طبيعي، وفي نفس الوقت ما سابنيش، مش قال خلاص خلص وبتاع، لا بنفسه هو اللي سايق العربيه بتاعته، وانا قاعد في هدوم الجبه والقفطان ودخلت المسرح وانا لابس شغل الاستاذ يوسف.